السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معانا ان شاء الله هنخلي الخيار النهارده وفلفل. الفلفل معانا بارد مش حامي. احنا طبعا معانا خيار كبير على صغير، يعني كنت واخداه كده بسعر مهاود حلو، فقلنا نعمل برطمانين مخلل كده او برطمان، ومعانا كيلو فلفل من اللي هو البارد ده. ماشي يا حبايبي. والخيار معانا 2 كيلو. هيبقى معانا ملح، طبعا الحوض ده على حسب ايه الرغبة، ومعانا هريسة شطة، وهيبقى معانا كام فص ثوم متقطعين حلقات كده زي ما انتم شايفين، وهيبقى معانا كوباية خل او كوباية الا ربع خل. ماشي يا حبايبي. احنا طبعا الفلفل ده يعني ايه فاتحينه بشرطة كده بسن السكينة كله عشان ايه يتحدق كويس. والخيارية الكبيرة بقسمها 2، بفتحها 2، بقسمها نصين، واقوم ايه فتحها من النص زي ما انتوا بتشوفوا كده، زي ما انا بعمل كده. لان هو الخيار ما شاء الله حلو، يعني كبير بس ما شاء الله جميل وطري وبلدي، مش صوب. طبعا لسه الصوب ما طلعش، فقلنا نلحق لنا كده برطمان ولا حاجة ونخلله، يبقى حاجة جنب الأكل بدل ما نشتري من بره. ماشي. فأنا كل ده بقى ايه، بشوف الكبيرة بقسمها 2، وعلى رغبتكم انتوا بقى، يعني اللي عاوزين تجيبوه. أنا قبل كده عملت خيار صغير بس في أول القناة، وحبيت أعمله معاكم تاني وتجربوه، بس كنت عاملة خيار بس. المرة دي خيار وفلفل. والفلفل البارد ده جميل قوي يا جماعة، يعني بيبقى حلو قوي مع الخيار وبيتخلل بسرعة. طبعا احنا غاسلين الفلفل وغاسلين الخيار غسلة حلوة قوي. وعندنا ايه البرطمان بتاعنا الازاز الحلو ده، بيحافظ على الخيار قوي من المخللات، وبيخليها تعيش معانا اطول مدة يعني. هننزل كده بطبقة فلفل، وبعد كده هننزل بطبقة خيار زي ما هتشوفوا معانا، طبقة من دي وطبقة من دي، وكل ما بين كل طبقة وطبقة فصين توم كده. التوم بيديله ريحة وشمخة رهيبة يا جماعة في الطعم. وجربوه بالطريقة دي هيعجبكم قوي. وهرسة الشطة الحمراء بقى مش قادرة اقول لكم على جمالها. بصوا، طبقة خيار وطبقة فلفل، طبقة خيار وطبقة فلفل، ونظبط كده ايه طبقات ما بيننا وبين ما بينهم وما بين بعض. ونحط ايه حلقتين كده من التوم. يعني نحاول نقسم التوم كده على البرطمان عشان خاطر ايه ياخد الريحة والطعم في كل البرطمان. ما نحطوش في الاخر، لا، نحطه ما بين كل طبقة وطبقة كده حلقتين توم كده. طبعا احنا ايه فاتحين الفلفل كله زي ما قلت لكم بالسكينه، مشرطينه كده عشان ايه الميه والملح يخشوا جواه وتخلي كويس. والخيار زي ما انتم شايفين برضو كده زي ما انا عملته. لو صغير هنخلله زي ما هو، هننزله زي ما هو، مش هنفتحه نصين ولا حاجه. زي ما انتم شايفين كده. منظر الخيار يا جماعه والفلفل بعد ما تخلل، يعني هنا عليكم الواحد ياكله كده ني من كتر جماله، مع هريسة الشطة الحمراء وميته كده شكلها روعة، هتعجبكم جدا بأمر الله. بنظبط كده بقى الفلفل مع الخيار كويس قوي. ده فرح في الشارع يا جماعة، عقبال أولادكم جميعا يا رب. طبعا سامعين الزغاريط وسامعين الهيصة. يا رب عقبال أولادكم جميعا يا رب، وعقبال ولادي يا رب، ولاد المسلمين أجمعين يا حبايبي، وكل اللي عنده أولاد يفرح بيهم يا رب. طبعا لو مفيش بقى هريسة شطة عندكم، ان شاء الله تجيبوا ربع كيلو فلفل من اللي هو الرومي الاحمر اللي هو البلدي ده. برضو اضربوه في الكبة او في الخلاط ويحطوه برضو لو مش عاوزين هريسة شطة حامية. ماشي. الفلفل الاحمر الرومي برضو موجود. طبعا احنا لسه محدقناش المية ولا لسه عملنا حاجة. احنا بقى بنحط الملح يا جماعة بالرغبة. انا ما صراحة كنت بحط 6 معالق و5 معالق على اللتر. حسيت ان كانت بتبقى المخللات دلعة وممكن تبوظ مننا، فبقيت احدق بقى بالبركة كده،
وكل واحد بقى وعلى حسب ذوقه، في ناس بتحب المخللات دلع وفي ناس بتحبها حدقان عالي وفي ناس بتحبها، بس هو الاحسن يبقى الحدق مظبوط. لا لا ما يبقاش حتى قليل، عشان المخللات ما تتهريش يا جماعة. المخلل لو الملح قل فيه قوي المخللات بتتهري، فنخلي الحاجة في الوسط وربنا يسهلها وتطلع كويسة بأمر الله. نزلت كده انا معايا الدورق ده بتاع على ما اظن بياخد 2 لتر مية او لتر ونص، ونزلنا بهرسة الشطة كام معلقة كده برضو، مش حاطالها يعني مقياس. طبعا الخل لسه مش هنزل بيه الا في البرطمان. هندوب كويس اوي هرسة الشطة مع المية وملح زي ما حضراتكم شايفين كده، هندوب كويس اوي. طبعا احنا سايبين لسه كام فص توم عشان لسه في كمية تاني احطها في برطمان تاني، البرطمان ما كفاش يعني. شوف اللهم بارك، انا جايبه الخيار ده يا جماعه صراحه ب10 جنيه، كنت جايباه من السوق بالليل. الفلفل جايباه ب15. يعني الموضوع كله مكلفني 2 كيلو خيار ب20، وقول وكيلو فلفل ب15، 35 جنيه، وعمل لي برطمانين محترمين. نزلت كده بالخل الاول في البرطمان عشان خاطر البرطمان ياخد كمية الخل كلها ويبقى حلو، بيدي طعم ومزازة رائعة الخل يا جماعة في المخللات اللي زي دي. ماشي، اللهم بارك، تحفة تحفة تحفة، يعجبكم جدا. بدل ما بتروحوا تشتروا الكيس ب20 جنيه وما بيبقاش فيه حاجة، لا احنا بنعمل حاجتنا في بيتنا وبتبقى وفر، والحاجة انه طلعت قدامكم رخيصة احسن من ما نشتريها جاهزة من بره. بصوا احنا بقى حطينا كوباية الا ربع خل، عشان خاطر الخل جميل جدا بيحافظ عليه وبيديله مزازة حلوة قوي بالذات مع الخيار. بصوا بنقلبه كده فوق وتحت عشان ايه كله يندمج مع بعضيه، الخل مع الملح مع كله مع التوم مع كله. بصوا اللهم بارك، ده الشكل النهائي ليه. وطبعا بنسيبه بقى لحد ما يتخلل كده، على حسب بقى ما ياخد معانا اسبوع ولا حاجة، ونبتدي نطلع منه بألف هنا وشفا. ويا رب لو وصفة الخيار والفلفل عجبتكم ما تنسوش بقى تدعموني باشتراك وشير ولايك للقناة. وده كان الشكل النهائي، واللي عملناه في البرطمان ده عملناه في البرطمان ده، وبألف هنا وشفا حبايب على قلوبكم. ومن بعد اسبوع كده نبتدي نفتح عليه. وشكرا لتعليقاتكم وتشجيعكم وكلامكم الجميل يا حبايب قلبي واخواتي، ما تحرمش منكم ابدا، وكل سنة وانتم طيبين. والحمد لله على كل شيء، ومخللات جميلة جدا، وبألف هنا وشفا، والسلام عليكم.